تخيل يا صديقي إن أكتر بنت مشهورة وجذابة في المدرسة بتتحول فجأة لكيان مرعب محدش قادر يوقفه. شكلها طبيعي لكن تصرفاتها بقت مخيفة، وأي شاب بيقرب منها بيختفي، ومفيش أي حد بيشك فيها ما عدا صاحبتها المقربة اللي قدرت تلاحظ إن في حاجة غريبة، وده بيخليها تدخل في سباق مرعب مع الزمن في محاولة لإنقاذ المدينة وإنقاذ صاحبتها قبل ما تتحول لأخطر كيان بيهدد حياة كل فرد عايش معاها. قبل ما نبدأ عايزك تعمل لايك وتشترك في القناة لو لسه مش مشترك. فيلمنا بيبدأ مع نيدي وهي في مصحة عقلية، وبيكون قدامها صورة لتشاب حبيبها. بعدها وهي بتفطر بتهجم على الدكتورة بتاعتها وبتترمي في الحبس الانفرادي، وبتفتكر اللي حصل لها من شهرين واللي كان السبب في إنها تدخل المصحة، لما كان حبيبها دايما بيغير عليها من جينيفر صاحبتها لأنها كانت بتخرج معاها كتير وبتسيبه عشانها. وفي يوم من الأيام راحت مع صاحبتها حفلة في حينا، وجينيفر اتعرفت على المغني نيكو وراحت تجيب له حاجة يشربها. وقتها نيدي سمعته وهو بيتكلم عليها وبيقول إنه ناوي يتسلى بيها شوية ويسيبها آخر اليوم. ولما بترجع بتحذرها من اللي سمعته، لكن جينيفر بتكون معجبة بنيكو وما بتصدقش كلامها، وبتقعد في الحانة عشان تشوفه وهو بيغني لحد ما بتحصل حريقة في المكان والكل بيهرب منه. ونيكو بياخد جينيفر في العربية مع باقي فرقته، لكن نيدي بتكون مرعوبة على صاحبتها وبترجع بيتها مستنية تسمع أي أخبار عنها لحد ما بتسمع صوت في البيت عندها. ولما بتنزل تشوف مصدر الصوت بتتفاجئ بجينيفر قدامها وهدومها مليانة دم ومش فاهمة حاجة، وفجأة بتنزل مادة غريبة من بقها، لكن نيدي بتخاف وبتزقها وتجري. ولما بتروح المدرسة تاني يوم بتشوفها واقفة قدامها وعايشة حياتها وكأن ما حصلش أي حاجة. ولما بتروح تسألها عن اللي حصل امبارح بتتهرب من الإجابة، وبيكون كل اللي في المدرسة زعلانين على زمايلهم اللي ماتوا في الحريقة. وبعدها نيدي بتروح عشان تقابل تشاب حبيبها وبتحكي له كل حاجة وبتعرفه إنها حاسة إن صاحبتها متغيرة. في الوقت نفسه جينيفر بتكون بتتكلم مع جون زميلها وبتواسيه عشان صاحبه مات في الحريقة، وبتقول له إنها معجبة بيه وبتطلب منه يروح معاها الغابة. ولما بيروحوا بيتحول شكلها وبتهجم عليه وبتقتله، ولما بيصرخ صوته بيكون عالي جدا لدرجة إن الناس في المدرسة بيسمعوه، فبيروحوا الغابة وبيشوفوه هو ميت وبيبلغوا الشرطة. ولما أهله بيعرفوا اللي حصل له والدته بتنهار وبيخمنوا إن أكيد اللي عمل كده حيوان مفترس، والمدينة كلها بتخاف عشان الحيوان موجود وسطهم. وبتكون جينيفر هي الوحيدة اللي مبسوطة ومش في دماغها أي حاجة ولا فارق معاها. بعدها بتكون بتتكلم مع نيدي، لكن نيدي بتسيبها عشان هتنزل تقابل حبيبها. ولما بتقابله بتعرفوا إن جون زميلهم في حيوان مفترس قتله، فبيطلب منها تخلي بالها من نفسها. وتاني يوم وهم في المدرسة الكل بيكون زعلان ما عدا جينيفر اللي بتكون مبسوطة. وبيعدي شهر والموضوع بيكون انتشر في الإعلام والصحافة، وجينيفر بيبان عليها إنها تعبانة ومرهقة، ونيدي بتقول لها لازم تخرج مع أي حد عشان تبقى كويسة شوية. فبتوافق على أول ولد بيقترح عليها يخرجوا سوا، وبيكون اسمه كولين، وبتتفق معاه يعدي عليها وهتبعت له العنوان في رسالة. وبالليل وهو رايح لها بيكون ماشي على العنوان اللي بعتته، لكن بيدخل في منطقة ضلمة وبيكتشف إن العنوان عبارة عن بيت مهجور. ولما بيدخل بيلاقي جينيفر بتكون عاملة جو شموع وأنوار، وبتظهر من وراه وبتقول له إنها بتحبه وكان نفسها ترتبط بيه. وقتها كولين بياخد باله إن عين جينيفر متغيرة، وفجأة بتهجم عليه وبتبدأ تاكل فيه. وقتها بتكون نيدي بتربط الأحداث ببعضها وبتشك إن جينيفر ليها علاقة بالجرائم اللي بتحصل في المدينة، فبتنزل من بيتها وبتجري على صاحبتها، لكن بتلاقيها ظهرت فجأة قدام عربيتها وبتنط على العربية بطريقة مرعبة. فنيدي بتخاف وبترجع على بيتها وبتدخل تنام في أوضتها، لكن بتتفاجئ بجينيفر نايمة جنبها، فبتقوم من مكانها بسرعة. فجينيفر بتقول لها تهدى وهي هتحكي لها كل حاجة، وبتبدأ تعرفها كل حاجة حصلت يوم ما كانوا في الحفلة وقامت الحريقة لما مشيت مع نيكو وفرقته. وقتها عرفت من كلامه إن هو وفرقته من عبدة الشيطان وعايزينها عشان يقدموها قربان ينقذوا بيه العالم، واختاروها عشان فاكرينها لسه بنت ما دخلتش في علاقة مع حد قبل كده. وبعدها وقفوا في مكان اسمه الفجوة وعملوا الطقوس بتاعتهم وكانوا مكتفينها، والمفروض في نهاية الطقوس هيقتلوها بالسكينة. وبعد ما سابوها لقيت نفسها لسه عايشة وعندها رغبة قوية في أكل البشر، فهجمت على أول واحد كان قدامها وبعدها رميته في حريق الحانة عشان يبان إنه مات بسبب الحريقة. وبتعرفها إن بمجرد ما بتاكل بتهدى شوية وجسمها بيكون كويس وبترجع لصحتها، لكن نيدي بتخاف منها وبتطردها بره الأوضة، فبتخرج من الشباك وفي لحظة بتختفي. وتاني يوم نيدي بتكون في جنازة كولين وبتكون عارفة إن جينيفر هي اللي قتلته، والمدينة كلها بتكون زعلانة وخايفة عشان الحيوان المفترس ظهر تاني. وبتبدأ نيدي تقرأ عن الطقوس عشان تفهم اللي حصل لصاحبتها، لحد ما بتفهم إن الشيطان قدر يلبس روح جينيفر وإنها بقت بتهجم على الناس وبتاكلهم بسبب كده. ولما تشاب حبيبها بيروح لها بيلاقيها مكتئبة، فبتحكي له إنها قرأت كتب كتير جدا واتأكدت إن جينيفر لابسها شيطان وإنها اتحولت لشخصية شريرة بتتغذى على البشر، وإن حالات الموت اللي بتحصل في المدينة كلها بسببها، وإنها لو كانت عذراء كان زمانها ماتت فعلا، لكن الشيطان عاقبها وسكن روحها بسبب إنها مش عذراء. وبتعرفوا إن وجود جينيفر وسط الناس هيكون خطر عليهم، خصوصا إن في حفلة عاملينها قريب. لكن بعدها تشيب بيطلب منها تروح معاه الحفلة وهي بتتحايل عليه إنه ما يروحش وإنها لازم تراقب جينيفر كويس في اليوم ده، فبيفكر إنها مش عايزة تحضر معاه وبتتهرب منه لأنه أصلا ما صدقش كلامها عن صاحبتها وفكرها بتعمل حوار عليه عشان تخلع منه، فبيقوم وهو متضايق وبيسيبها.
وبيجي يوم الحفلة وتشيب بيكون رايح لوحده، ووالدته بتديله رذاذ فلفل عشان لو الحيوان هجم عليه يقدر يدافع عن نفسه. ولما الحفلة بتبدأ بتكون نيدي موجودة وبتكون بتدور على جينيفر عشان تراقبها، فبتعرف إنها مع تشيب حبيبها عشان قابلته وهو جاي الحفلة، وبتكون أخدته وراحوا المكان مهجور كالعادة. فبتجري نيدي على بيته، ولما بتسأل والدته بتعرف إنه اتحرك من نص ساعة، فبتسألها عن الطريق اللي بيمشي منه، وبتجري في نفس الطريق على أمل إنها تقابله. فبتوصل للبيت المهجور اللي هم فيه، وبتكون جينيفر هجمت عليه وعضته، لكن نيدي بتحاول توقفها قبل ما تخلص عليه، وبيرشوا رذاذ الفلفل عليها وبيحاولوا يهربوا منها. فجينيفر بتقوم وبتحاول تهجم على صاحبتها، وتشيب بيقدر انه يضربها بحديده، لكن جينيفر بتشيل الحديده من جسمها وبتسيبهم وتجري. فبتحاول نيدي تنقذ حبيبها، لكن للاسف مش بتقدر وبيموت بين ايديها. فبتقرر انها تنتقم من جينيفر، وبتطلع على بيتها وبتهجم عليها وهي نايمه، لكن جينيفر بتقدر تعضها في رقبتها، ونيدي بتقاوم لغايه ما بتقدر تضربها وتخلص عليها. فبتدخل والده جينيفر عليهم الاوضه، ولما بتشوف بنتها مقتوله بتصرخ باعلى صوتها، وبتبلغ الشرطه وبيتقبض على نيدي وبيدخلوها المصحه العقليه. لكن بسبب العضه بتاعت جينيفر ليها قدرت تاخد قدراتها وبتقدر تهرب من المصحه، وبتبدا تطارد نيكو وفرقته عشان كانوا هم السبب من الاول في كل حاجه. وبتقدر توصل للفندق اللي هم قاعدين فيه، وبتخلص عليهم كلهم واحد واحد، وبتقدر تنتقم منهم على اللي عملوه في جينيفر. والفيلم بينتهي يا صديقي وهو بيعرفنا حاجه مهمه، ان الشخص المؤذي مش بالضروري يكون شرير من البدايه. عادي جدا يكون ظاهر للناس انه جذاب وكاريزما، لكن وقت الجد بيظهر قد ايه هو اناني وبيستغل كل اللي حواليه. فحاول تختار اصحابك كويس، لان في حوالينا كتير شياطين وبينهشوا في اللي حواليهم. ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه لو لسه مش مشترك. اشوفكم الملخص الجاي. سلام.